الجولة التاسعة من بطولة أولمبياد الشطرنج 2024 ماجنس كارلسن بيقابل فلاديمير، وكالعادة ماجنس كارلسن آخر واحد بيوصل على البورد، وده أول جيم نحلله لماجنس كارلسن في البطولة علشان النتيجة بتاعته غير متوقعة. فيلا بينا. ماجنس كارلسن هو اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 2832 ضد فلاديمير اللي بيلعب بالقطعة السوداء بتصنيف 2692. ويقرر ماجنس في الموقف ده انه يقدم البيدق في الدي 4. الاسود يطلع دي 5، الابيض يروح منتشر بالحصان، فالاسود يروح مقدم البيدق في السي 5، فماجنس يقدم هو كمان البيدق في السي 4. الاسود يروح واكل بيدق، ماجنس يروح واكل بالبيدق، وبعد كده الاسود يروح منتشر بالحصان في الاف 6. فماجنس في الموقف ده يقعد يفكر ويفكر حوالي 15 دقيقة، وبعد كده يقرر انه ياكل البيدق اللي موجود في الدي 4. طيب هو ليه ماجنس كارلسن قعد حوالي 15 دقيقة بيفكر وبعد كده اكل البيدق الموجود في الدي 4؟ يمكن احتمال كبير ان هو مش فاكر الافتتاحية بتاعت كروس فاريشن، او هو مش عارف اللاين اللي هو هيمشي فيه هيوديه لفين. ففي مرة هو كان بيلعب اونلاين، كان بيقول this is a line this a line، يعني هذه دي التفريعة، دي التفريعة، وبعد كده قال انا مش عارف اصلا التفريعة ديك هتوديني لفين. This is a line. Yeah, G6 I suppose. Knight f5 takes it. I have no idea what this line is all about. وبالمناسبة في الجيم اللي هو قال فيه الكلمتين دول خسر الجيم بتضحية أسطورية. تمام. ففكرة اللي انت تلعب حاجة انت مش محضرها او انت مش عارف هتوديك لفين هتخسرك الجيم حتى لو انت ماجنس كارسن. المهم، يكمل اللاعب الاسود في الموقف ده ويروح واكل البدأ الموجود في دي 5، فالابيض يروح مقدم البدأ في الاي 4 بيهدد انه ياكل الحصان، فالحصان يرجع في الاف 6 بيهدد انه ياكل البدأ الموجود في الاي 4، فماجنس يروح منتشر بالفيل في البي 5 بيعمل تشيك للملك، فالاسود يروح مغطي التشيكه دي عن طريق الفيل في الدي 7. فهنا الابيض قدامه حاجتين يقدر يعملهم. قدامه ان هو ياكل الفيل اللي موجود في الدي 7 او انه يلعب اي نقله، بس انت لو لعبت اي نقله او بيت في الموقف ده هتخسر البيدق اللي موجود في الاي 4. فاللاعب الابيض اللي هو ماجنس كارسن قرر انه ينتشر بالحصان في سي 3 علشان يحمي البيدق اللي في الاي 4، فالاسود يرد عليه ويروح مقدم البيدق بتاعه في الاي 5 بيهدد انه ياكل الحصان. الفكره هنا ان انت لو اتحركت بالحصان بتاعك في اي مكان ساعتها الاسود هيرد عليك وياكل الفيل، فانت تروح واكل بالحصان فهتخسر البدأ اللي موجود في الاي 4. فماجنس مش عاوز يخسر البدأ ده، فهو قرر انه ياكل الفيل اللي موجود في دي 7، فالاسود رد وراح اكل بالوزير، وبعد كده ماجنس متهدد له الحصان اللي موجود في الدي 4، فقرر انه يلعب الحصان بتاعه في الاف 5، فيرد عليه اللاعب الاسود ويروح واكل الوزير اللي موجود في الدي 1 وبيعمل تشيك للملك. وهنا اللاعب الابيض قدامه حاجتين يقدر يعملهم. قدامه ان هو ياكل الوزير ده بالحصان، بس ساعتها يخسر البيدق الموجود في الدي 4، او انه ياكل بالملك ويفوت عليه فرصة التبييت. واللاعب الاسود اللاعب الابيض قرر ان هو ياكل الوزير ده عن طريق الملك، فيرد الاسود يروح منتشر بالحصان تحضيرا في الخطوات الجايه انه يبيت، فيكمل ماجنس كارسن ويروح لاعب الفيل بتاعه في جي 5، وكمان بيهدد انه ياكل الحصان الموجود في الاف 6 ويعمل دبل بون، وكمان بيحضر انه يلعب الملك بتاعه في السي 2 وساعتها يدخل الطابيه في الدي 1 وكده هيبقى بايت قصير. بس اللاعب الاسود يلغي فكره الدبل بون دي ويكمل هجوم ويروح لاعب الحصان بتاعه في جي 4، بيهدد انه ياكل بدل الموجود في الاف 2 يعمل فورك للطابيه والملك. ماجنس كارسن يلغي الفكره دي ويروح محرك الملك بتاعه في الاي 2، الاسود يروح مقدم البيدق بيهدد انه ياكل الفيل يرجع في الاتش 4. وهنا احنا نقف شويه، احنا محتاجين نفكر لو احنا مكان اللاعب الاسود هنلعب ايه. هل مثلا اللي احنا ننتشر بالفيل بتاعنا في اي مكان، او هل مثلا اللي احنا نروح مبيتين في الموقف ده؟ بس الفكره كلها احنا محتاجين نفكر لو احنا مكان الابيض هنلعب ايه. الابيض في الموقف ده بيحضر انه يقدم البدأ بتاعه في الاف 3 او حتى انه يقدم بدأ الاتش 3 يهدد اللي ياكل الحصان. وساعتها انت هتحرك الحصان ده فين؟ ما قدامكش غير مكان واحد بس تقدر تحركه فيه عشان تحميه، اللي انت ترجع الحصان في الاتش 6. ولو رجعت الحصان بتاعك في الاتش 6 الابيض هياكل بالحصان، انت تروح واكل بالبدأ، فالابيض هيروح واكل البدأ اللي موجود في الاف 6، بتخسر بدأ في الموقف ده وبيتهدد لك الطابية اللي موجودة في الاتش 8، وكمان بيمنعك اللي انت تبيت طويل وهيبقى عندك بدأين في الفايل بتاع الاتش. يعني مثلا لو انت لعبت كده ساعتها هو هيروح مقدم البدأ هنا، هترجع بالحصان هياكل الحصان، هتاكل بالبدأ هياكل البدأ بيهدد ياكل الطابية، وهيبقى الشكل بالمنظر ده. فعلشان كده اللاعب الاسود قرر ان هو يلعب افضل نقلة والنقلة الوحيدة اللي تخليه محافظ على الافضلية، ويروح مقدم البدأ بتاعه في الاتش 5.
فماجنس كارسن يرد ويروح مقدم البدء في الاف 3 بيهدد انه ياكل الحصان، فالحصان يرجع في الاتش 6. ولو اللاعب الابيض قرر انه هياكل حصان موجود في الاتش 6 مش هيبقى عندي اي مشاكل عشان ساعتها هياكل بالطبيعه. بس ماجنس في الموقف ده ما اكلش حصان في حصان وراح لعب الفيل بتاعه في الاف 2. الاسود يروح واكل الحصان، الابيض يروح واكل بالبدء. بعد كده اللاعب الاسود يروح مبيت، ماجنس يروح لاعب الطابيه بتاعته في الدي 1 طالب تريد طابيه قصاد طابيه، فاللاعب الاسود يروح واكل الطابيه، ماجنس يروح واكل بالطابيه. وبعد كده اللاعب الاسود يلعب افضل نقله في الموقف ده ويروح مقدم البدء في الاتش 4. ايه فكره النقله دي؟ الفكره اللي انا بمنعك اللي انت تقدم البدء في جي 4. فانت لو قدمت البدء علشان تحمي البدء الموجود في الاف 5 فانا هرد عليك واكل بالتجاوز. فانت تقول لي طب ما انا هاكل بالبدء ده، ساعتها هتفتح لي السكه للطابيه اللي انا العبها في الاتش 2 واعمل بن على الفيل. الافكار اللي عندك اللي انت لو قدمت البيضة على اساس اللي انت بتحمي البيضة اللي موجود هنا، هرد عليك واعمل تشيك على الملك. انت ما تقدرش تاكل بالفيل بسبب البن، فتتحرك بالملك بتاعك فتخسر البيضة اللي موجود في الاف 3. ودي الافكار اللي هتبقى عند اللاعب الاسود. بس اللاعب الابيض في الموقف ده طبعا ما قدمش البيضة بتاعه في جي 4 وراح متحرك بالملك بتاعه في دي 3. افضل نقلة. تخيل تتحرك بالملك بتاعك في دي 3، افضل نقلة. اللاعب الاسود يروح لاعب الطابيه بتاعته في الاتش 5 بيهدد انه ياكل بيضة، فماجنس يكمل بافضل نقله ويروح متحرك بالملك بتاعه في الاي 4. وبص كده على الملك اللي موجود في الاي 4، يعني حاجه غير منطقيه ان الملك الابيض يبقى موجود في الاي 4 وبافضل النقلات، يعني اللي هو يفضل يتحرك هنا لحد ما يحمي البيضة اللي موجود في الاف 5. المهم ان اللاعب الاسود يروح محرك الطابيه في جي 5 بيهدد انه ياكل البيضة الموجود في جي 2، فاللاعب الابيض يروح محرك الطابيه يحمي البيضة. الاسود يروح محرك البيضة في جي 6 بيهدد انه ياكل البيضة اللي موجود في الاف 5 ويعمل تشيك للملك، فماجنس يرد عليه ويروح واكل البيضة بيهدد انه ياكل الطابيه، فالاسود يحمي الطابيه بتاعته عن طريق ان هو ياكل البيضة اللي موجود في الاف 5. فهو بيعمل تشيك للملك. الملك هنا قدامه 3 اماكن يقدر يتحرك فيهم. قول لي كده ايه اكتر نقله منطقيه، ايه اكتر حاجه مريحه ليك مثلا تحرك الملك بتاعك فين؟ يعني ايه النقله المريحه هنا؟ طبعا النقله المريحه اللي انت تحرك الملك بتاعك في اي مربع من المربعين دول، صح؟ بس ماجنس كارسن يقرر انه يحرك الملك بتاعه في الدي 5، وتخيل معايا ان دي افضل نقله في الشكل ده. فالمهم ان اللاعب الاسود دلوقتي متهدد للطابيه، فيقرر انه يحرك الطابيه بتاعته في جي 6 وكمان بيحمي البدء اللي موجود في الاف 6. فماجنس كارسن يكمل ويروح محرك الملك بتاعه في الاي 6. يعني والله حاجه غير منطقيه بالمره ان ملك يبقى موجود في اي 6 في الشكل ده. الواحد مش هيبقى مستريح خالص. يعني انا حاسس ان انا ممكن اخسر في تشيك ميت في نقله واحده بس او في نقلتين. واصلا ايه هدف ان الملك يفضل موجود يوصل للاي 6؟ ايه الفكره؟ يعني انت تيجي هنا بعد كده وتهدد اللي انت تاكله طبيعي تهجم بقى بالملك. انت معكش في البورده كلها غير الملك اللي انت تفضل تحركه بقى، تهدد القطع تهدد الطابيه، وبعد كده تجيب مثلا الملك بتاعك هنا وتقعد جنب الملك التاني تشربوا شاي او ايا كان اللي انتوا ممكن تعملوه. المهم ان اللاعب الاسود يكمل ويروح لاعب الفيل بتاعه في السي 5 بيهدد انه ياكل الطابيه، الطابيه تروح متحركه في الاتش 1. بعد كده الاسود يروح محرك الحصان في الدي 4 بيعمل تشيك للملك. قول لي بقى دلوقتي ايه النقله المنطقيه وايه احسن نقله في الموقف ده انت ممكن تلعبها لو انت مكان اللاعب الابيض؟ تمام. النقله اللي ماجنس كارسن لعبها في الموقف ده انه حرك الملك بتاعه في الدي 5، ودي اول غلطه ليه في الجيم. فكانت احسن نقله ليه، احسن نقله في الشكل ده انه يتحرك بالملك بتاعه في الاف 7. طيب ايه الفكره من نقله الملك في الاف 7 وليه دي افضل نقله في الشكل ده؟ الفكره هنا اللي انا بهدد اللي انا اكل الطابيه الموجوده في جي 6، فاحسن نقله ليك والنقله المنطقيه اللي انت تاكل البدء الموجود في جي 2، صح؟ ساعتها الابيض هيرد عليك وياكل البدء الموجود في الاف 6، انت ترد عليه وتروح واكل البدء اللي في الاف 3، بس الابيض هيكمل ويقدم البدء في الاتش 4. وخلاص بدأ بقى هنا لماجنس كارسن في الفايل ده سالك بمساعدة الفيل الملك الطبيعي اللي موجودة في الاتش 1 هتعمل مشاكل كبيرة جدا للاعب الاسود. علشان كده نقلة الملك في الاف 7 افضل نقلة. بس ماجنس كارسن يمكن ما حبش النقلة دي، ما حبش ان هو يلعب الملك بتاعه في الاف 7 علشان خاف من البادئ مثلا اللي موجوده في الاف والاي ممكن. فعلشان كده هو ما اتحركش بالملك في الاف 7 وراح متحرك بالملك بتاعه في الدي 5 بيهدد انه ياكل فيل موجود في السي 5. فاللاعب الاسود يقدم البدء بيحمل فيل، الابيض يرد عليه ويروح مقدم البدء في الاف 4. طبعا هنا هو بيطمعه ان هو تاكل البدء ده، بس انت يعني
لو اكلت البدأ بالشكل ده هتعمل طابور عيش للبادئ اللي موجوده في الاف، ومنظر مش كويس جدا، واللاعب الابيض هينقنق عليك بقى اللي هو يفضل ياكل في البادئ دي. بس طبعا اللاعب الاسود ما اكلش البدأ اللي موجود في الاف 4 ولعب نقله عبقريه وراح محرك الملك بتاعه في الدي 7. الفكره هنا ان هو بيمنع الملك ان هو يتحرك في اي مكان من الاماكن دي، تمام. فالمهم ان ماجنس كارسن يكمل ويلعب تاني بلندر اسطوري في الموقف ده، ويروح مقدم البدأ بتاعه في جي 4. وفي الموقف ده ماجنس كارسن بيخسر. لو اللاعب الاسود اكتشف افضل نقلة، بس لحسن حظ ماجنس كارسن وبطل العالم والمصنف الاعلى في التاريخ، فهو اللاعب الاسود ما شافش النقلة وراح اكل بدأ ببدأ. في الموقف ده قبل ما فلاديمير ياكل بدأ ببدأ ماجنس كارسن، كان بعد ما لعب النقلة ادرك ان هو بيخسر. هو ادرك ده وعارف افضل نقله للاعب الاسود، وفضل يحرك دماغه كده بقى وفضل يلعب في شعره بشكل مريب يعني، تمام. للناس اللي هي كانت بتتفرج في البث فهتلاقوه يعني كان منظره كان مضحك جدا، تمام. اللي هو عارف ان هو بيخسر، عارف ان هو بيخسر وخلاص يعني، عارف ان هو دخل نفسه في موقف وحش. بس للاسف اللاعب الاسود اكل بدأ ببدأ، والنقله دي كانت غلط. واول لما ماجنس شاف النقله دي تحسه فرح كده، تمام. فالمهم ان ايه افضل نقله في الموقف ده، ان انت ما تاكلش البدأ الموجود في جي 4 وتلعب نقله صعبه جدا اللي انت ممكن تشوفها، وتروح لاعب الحصان بتاعك في سي 2. طيب ايه الفكره من نقله الحصان في سي 2؟ الفكره ان في تفريعات كتيره جدا، بس انا هجيب لكم تفريعه واحده بس، تمام. الفكره ان اللاعب الابيض لو رد واكل البدأ الموجود في الاف 5، ساعتها انت هتعمل ايه؟ انت هترد عليه وتروح لاعب الطابيه بتاعتك في جي 4 بتهدد اللي انت كل فيه. الفيد ده يقدر فين يتحرك؟ يعني يقدر يتحرك في الاف 2؟ ما تقدرش عشان هيتاكل. وطبعا تقدر تحركه هنا صح، بس انا هرد عليك واكل بدأ ببدأ وبهدد اللي انا اكل فيه. هتعمل ايه؟ تحركه في الاي 1، وانت لو اكلت بالحصان هو كده كده محمي عن طريق الطابيه صح، بس انا هرد عليك واقدم البدأ بتاعي في الاف 3، وانت في الموقف ده بتخسر في التشيك ميت في نقله واحده بس. يعني لما العب الحصان بتاعي في الاي 3، او اللي العب الحصان في البي 4، او حتى اللي انا العب الطابيه بتاعتي في الدي 4، فانت خلاص في الموقف ده بتخسر بتشيك ميت في نقله واحده، تمام. بس انت لو اكتشفت نقله الحصان في سي 4، النقله الصعبه، فالمهم ان اللاعب الاسود ما اكتشفش النقله دي وراح اكل بدأ ببدأ. رد عليه ماجنس وراح اكل بالبدأ، الاسود يروح واكل بالبدأ. وهنا طبعا ماجنس كارسن يقدر ياكل البدأ الموجود في الاي 5، بس هو ما اكلش البدأ الموجود في الاي 5 علشان لو اكله ساعتها الاسود هيرد عليك ويروح لاعب الحصان في الاف 3، هيعمل فورك للملك والفيل وهتخسر الفيل بتاعك. فماجنس ما اكلش البدأ وراح متحرك بالحصان، الاسود راح محرك الحصان بيهدد انه ياكل الفيل، فماجنس يرد عليه ويروح واكل الفيل اللي موجود في السي 5 وبيعمل تشيك للملك. اللاعب الاسود يروح واكل الحصان عن طريق البدأ، وهنا اللاعب الاسود بيهدد انه ياكل فيل، فماجنس راح محرك الفيل بتاعه في جي 3 بيحمي الفيل، وكمان بيهدد طبعا ان هو ياكل البدأ ده عن طريق الفيل والملك. فاللاعب الاسود يرد عليه ويروح محرك الطابيه بتاعته في الدي 6 بيعمل تشيك للملك، الملك راح متحرك في السي 5. فيكمل فلاديمير ويقرر انه يلعب الطابيه بتاعته في الدي 2، بيهدد انه ياكل اي بدأ من البادئ دي. ماجنس كارسن يفكر ويفكر ويفكر ويقرر انه يلعب تالت غلطة ليه في الجيم ويروح محرك الطابية بتاعته في السي 1. ملك الاند جيم بيتهان في الاند جيم، تمام. المهم ايه الفكرة؟ الفكرة ان ماجنس كارسن في الموقف ده لما فكر انه يلعب الطابية بتاعته في السي 1 كان بيحضر انه يلعب الطابية في السي 4 لما فلاديمير ياكل البدأ الموجود في البي 2. فالفلاديمير لو اكل بدأ ساعتها رد عليك والعب الطابية بتاعتي في السي 4، وساعتها هاكل البدأ الموجود في جي 4 والجيم هنا هيبقى تعادل، تمام. بس فلاديمير صايع، فهو اول لما شاف الطابية في السي 1 ما تسرعش وما اكلش بدأ ببلاش في الموقف ده، وراح لعب افضل نقلة وراح متحرك بالملك بتاعه في الاي 6. فماجنس راح لعب الطابية في السي 4 بيهدد انه ياكل بدأ، ففلاديمير يلعب كمان افضل نقلة ويروح متحرك بالملك بيحمي البدأ، فيرد عليه ماجنس ويروح لاعب الطابيه في الاي 4 بيهدد ان هو ياكل بدأ الموجود في الاي 7 علشان يعمل بدأ السالك في الموقف ده يقدر يرقيه، فيرد عليه فلاديمير ويروح واكل بدأ الموجود في الاتش 2. ماجنس ياكل بالفيل، ماجنس يروح فلاديمير يروح واكل بالطابيه، بعد كده ماجنس يروح واكل بدأ الموجود في الاي 7، ففلاديمير يروح واكل بدأ الموجود في البي 2. وهنا المنظر ده طابيه وبدأ لماجنس كارسن قصاد بدأين
وطابية لفلادمير، فطبعا فلادمير هو اللي بيكسب بسبب انه فكر ولعب افضل نقلة في الشكل ده وما تسرعش وما اكلش البدء الموجود في البي 2 وراح متحرك بالملك. المهم ان في الموقف ده بعد ما فلادمير راح اكل البدء، ماجنس قدم البدء بتاعه في الاي 4، ففلادمير لعب الطابية بيعمل تشيك للملك، الملك راح متحرك هنا علشان يحمي البدء علشان يعرف يرقيه، فاللاعب الابيض راح مقدم البدء في الجي 3. الاسود اقصد قدم البدء في جي 3. فالمهم ماجنس راح لعب بالطابية بيهدد ولاكو البيضة، فلادمير يروح متحرك بالملك علشان يحمي البيضة، ماجنس يروح مقدم، فلادمير يروح يعمل تشيك للملك، الملك يروح متحرك في سي 6 عشان طبعا لو اتحركت الملك هنا هتمنع زقة البيضة. فالمهم اول هو لما اتحرك هنا ففلادمير راح محرك الطابية في الاي 2 بيهدد ولاكو البيضة، فماجنس راح رجع تاني بيحمي البيضة، ففلادمير قدم البيضة بتاعه في الاي 4، ماجنس قدم بيضة الاي 6. وعلى فكرة ماجنس كارسن هو عارف اصلا ان هو بيخسر في الموقف ده تمام، بس هو كان بيكمل علشان التيم بتاعه، هو طبعا بيلعب تيم، ففكرة ان هو يقوم وهو خسران والتيم مثلا اللي جنبه اللي هم يعني زمايله في الفريق يبصوا عليه فيكتشفوا ان افضل واحد واللي قاعد على البورد رقم واحد هو اللي خسر، الموضوع ده بيعمل في معنويات الفرقة تمام. فهو ماجنس كان بيحاول يكمل لأطول مدة على البورد علشان التيم بتاعه تمام. فالمهم ان اللاعب الابيض اللي هو ماجنس اول ما قدم البيضه في الاي 6 الاسود راح مقدم البيضه، ماجنس يعمل تشيك فالاسود يروح متحرك بالملك، ماجنس يعمل تشيك الاسود يروح متحرك، فماجنس يعمل له تشيك الاسود يروح متحرك، فبعد كده ماجنس راح مقدم البيضه في الاي 7. مفيش اي مشاكل، اول لما تقدم البيضه ده وترقيه خلاص انا هاكل بالطابيه تمام. فاللاعب الاسود هو كمان راح مقدم البيضه في الاي 2، ماجنس يروح محرك الطابيه بيحضر طبعا لو انت قدمت البيضه ساعتها روح واكل بالطابيه، فالاسود يروح متحرك بالملك في الاف 1 فماجنس راح عمل له تشيك اتحرك تشيك اتحرك تشيك اتحرك، وزي ما قلنا هو بيطول الجيم، هو ماجنس عارف ان ده غلط عمل له تشيك، فالملك راح متحرك في البي 1 وخلاص. في الموقف ده ماجنس كارسن قرر انه يستسلم علشان مفيش اي تشيكات تاني خلاص. طيب للناس اللي حابه تكمل النقلات وايه اطول مثلا نقلات ممكن تكملها في الموقف ده، اللي انت مثلا تلعب الطابيه بتاعتك هنا علشان تمنع الزقه دي صح، بس انا اقدم البدء بتاعي في جي 2، تعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ هتيجي هنا هروح مقدم البيضة ده ورقي وافضل حامي ده بالطابية، هتقدم البيضة اللي موجود هنا مثلا هاكل هترقيه على اي حاجة اروح انا واكل بالطابية، هتروح واكل البيضة ده هروح مقدم البيضة ده ومرقي الوزير بتشيك على الملك تمام. فخلاص يعني في بدأ بيترقى الوزير في الموقف ده فخلاص انت بتخسر رسمي. فعلشان كده قرر ماجنس كارسن ان هو يستسلم، وطبعا السبب خسارة ماجنس كارسن ان هو لعب اخطاء كتير والاخطاء دي كان بسببها الوقت، يعني لو انت كنت بصيت على الوقت بتاعه فهو دلوقتي في اخر النقله كان هو عنده 13 دقيقه 42 ثانيه، وقبل ما يوصل للتايم كنترول كان معاه حوالي دقيقتين او 3 دقائق انا مش فاكر كان معاه قد ايه، كان معاه دقيقتين اهي، كان معاه دقيقة 38 ثانية قصاد ان اللاعب الابيض معاه 7 دقائق خمس ثواني. طبعا ماجنس كارسن جامد قوي يعني سريع جدا تمام، بس الفكرة كان وصل لوقت ان هو بسبب في الافتتاحيه قعد 15 دقيقه وقعد 6 7 دقايق يفكر في كل نقله بسبب ان هو مش عارف اللاين ماشي ازاي، فده كان بيسهل لك اللي انت تعرف تلعب اسرع، تلعب البيست موف من غير ما تقعد تفكر. طبعا ماجنس كارسن قعد بعد الافتتاحيه لعب البيست موف بس برضه قعد يفكر كتير جدا، فده دخله في وقت ان هو بقى معاه دقيقتين. ف... فدي مشكله حتى لو ماجنس كارسن يخسر يعني بسبب ضغط الوقت. بس كده كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، واتمنى تكون عجبتكم واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.